عشان تبدأ صح في مجال الدروب شيبينج لازم تسأل نفسك 4 أسئلة مهمين جدا جدا. وال4 أسئلة دول مش كلام نظري، ده كلام مهم جدا جدا لأنه هيبقى بالنسبة لك بمثابة بوصلة أو خارطة للطريق وأنت شغال في مجال الدروب شيبينج. وده لأن أنت وأنت شغال أنت لسه في البداية وبتتعلم، فطبيعي إن أنت هتبدأ تحيد عن الطريق وهيبدأ يقابلك عقبات وممكن تلاقي نفسك بتخسر في البداية، وبعد كده تبدأ إن شاء الله تحقق مكسب. فعايزك كل ما تقف سواء بقى كان بسبب خسارة أو سواء مثلًا إن أنت تعبت وأنت ماشي في الطريق وهتقف، ترجع وتفتح الورقة ديّة وتبدأ تشوف ال4 أسئلة دول وتقراهم تاني عشان تعرف الطريق اللي أنت ماشي عليه وتكمّل لحد ما توصل لهدفك إن شاء الله، وهو تحقيق الأرباح. طيب عشان ما نطوّلش بقى في الكلام، تعالوا نخش على طول على ال4 أسئلة بتوعنا. السؤال الأول وهو أنت هتبيع فين، وهتبيع إيه، وهتبيع لمين، وهتبيع منين؟ طيب أول سؤال وهو أنت هتبيع فين؟ يعني إيه هتبيع فين؟ يعني أنت لازم تختار سوق واحد بس هو اللي تبدأ فيه وتكمل فيه وما تبدأش في سوقين مع بعض. عندنا مثلا في السوق المصري أو السوق المحلي لو أنت بتتفرج علينا من بره مصر، والسوق الخليجي اللي هو سواء السعودية أو الإمارات. لازم تختار سوق واحد منهم بس وتشتغل فيه. وأنا يعني اللي بفضله ان انت تبدا على السوق المحلي، واحنا هنا عشان في مصر هقول لك ان انت لازم تبدا على السوق المصري. طيب ده ليه؟ أول حاجة لإن أنت في البداية ما بيبقاش معاك ميزانية ضخمة، فأنت عايز تبدأ على الهادي، فالسوق المحلي أو السوق المصري هيبقى مناسب جدًا، جدًا ليك إن أنت تقدر تبدأ فيه في البداية. كمان السوق الخليجي هيكون محتاج ميزانية ضخمة وأنت في البداية، زي ما إحنا قُلنا إن أنت لسه بتتعلم ولسه بتشوف وبتجرّب، فوارد إن أنت تخسر في البداية. إن شاء الله ما تخسرش وإن شاء الله تحقق أرباح، وحتى لو في خسارة أنت بتتعلم من خلالها عشان بعد ما تحقق خسارة بعد كده إن شاء الله تحقق أرباح كويسة جدًا، جدًا. فلازم في البداية أنا عايزك ما تحبطش وتفضل مستمر. فهتبدأ من السوق المحلي كمان لأن أنت عارف السوق المحلي أو الناس اللي أنت عايش في وسطهم هم بيفكروا إزاي وثقافتهم إيه وبيحبوا يشتروا إيه وما يشتروش إيه. وكمان هتبقى عارف وقادر تحدد سعر المنتج اللي أنت شايفه أو اللي أنت هتبيعه، هل يستاهل السعر دوّة والّا ما يستاهلش السعر ده. ممكن وأنت شغال في السوق المصري تبقى شايف منتج معين وعارف إن ده تمنه، فأنت مش هتعلى عنه وهتبقى محقق فيه ربح والّا لأ، فهتشتغل على المنتج ده والّا مش هتشتغل فيه. وهل الناس اللي أنت عايش معاهم وعايش في وسطهم هيدفعوا فعلًا فلوس في المنتج ده بالمواصفات ديّة والّا لأ. لكن السوق الخليجي بيبقى غريب عليك شوية، أنت لسه ما تعرفش طباعه ولسه ما درستوش، فهتلاقي نفسك المنتج اللي أنت بتختاره ممكن يعجبك هنا لكن ما يعجبهمش هم هناك. فأنا بأيد لك إن أنت تشتغل الأول في السوق المصري. طيب تعالوا بقى ننتقل لتاني سؤال عندنا وهو هتبيع إيه؟ زي ما قلنا أنت لازم تختار نيتش محدد أو مجال معين هو اللي تشتغل فيه، ولازم يكون مجال واحد بس. وده ليه؟ ده لسببين مهمين جدًا، جدًا. السبب الأول هو إن أنت لو هتشتغل مثلًا صفحة على الفيسبوك في مجال الرسايل، هتبُص تلاقي إن العميل بيخش يسألك على منتج مثلًا دلوقتي وليكن أنت اخترت منتج الملابس، فأنا داخل دلوقتي باسألك على الملابس اللي أنت بتبيعها. بعد يومين أو 3 أيام آجي مثلًا ألاقيك بتبيع لعب أطفال، فهاستغرب إيه اللي جاب الملابس للعب الأطفال. فأقول مش مشكلة، يمكن أنت مثلًا عندك أكتر من مجال وبتشتغل فيهم أو اللي هم مجال الملابس ومجال لعب الأطفال، فممكن أتقبل ده. لو لقيتك بقى كمان بعد يومين أو 3 أيام دخلت في مجال تاني وليكن الأدوات المنزلية، أنا كعميل هاخاف أشتري منك، هاقول إن أنت كده أنت مش تاجر أو إن أنت بتجيب كل حاجة من كل ناحية، لإن خلّي بالك العميل ما بيبقاش فاهم أنت شغال drop shipping والّا شغال إيه. هو بالنسبة له أنت بتبيع منتج معين وهو عايز يشتري منك المنتج ده، فهل أنت متخصص في المنتج ده وهتدّي له جودة وخدمة كويسة وهتفضل أنت بالنسبة له تاجر دايم لو قابله مشكلة يقدر يرجع لك والّا لأ؟ فلمّا يلاقيك كل شوية بتغيّر في المنتجات وكل شوية عمّال تبيع حاجة شكل، أكيد هيقلق منك ومش هيتعامل معاك. ده السبب الأول. طب والسبب التاني؟ السبب التاني هو اللي أنت هتكون بتبيع عن طريق موقع اللي هو زي ما قُلنا الconversion اللي هي في طبعًا إحنا في الأول بنبيع رسايل، دلوقتي إعلانات عندنا اللي هي إعلانات الconversion أو التحويلات. لو أنا كل شوية دلوقتي عايز أستهدف جمهور معيّن، فطبعًا أنتم عارفين إن في البداية إعلانات الفيسبوك أو الخوارزمية بتاعة الفيسبوك عشان تحدد الجمهور بتاعي، بتصرف في الأول الإعلانات بتكون عالية شوية أو سعر المبيعة عالي شوية، وبعد كده لمّا يبدأ يعرف جمهوري بيبدأ يقل واحدة، واحدة، وبتبدأ الميزانية بتاعة الإعلان اللي أنا عايز أقدّمه بتبدأ تقل واحدة، واحدة. طيب لمّا أنا دلوقتي في حاجة اسمها بيكسل باعملها إن شاء الله واحدة، واحدة هنبدأ نشرح الكلام ده مع بعض، ما تستصعبش الكلام. ولو في حاجة أنت مش فاهمها تقدر تسأل في الكومنتات، وأنا آسف في ناس بتكتب حاجات كتير في الكومنتات وبييجي لي رسايل
رسايل كتير ما باقدرش أرُد على كل الناس، لكن تأكد إن أي رسالة أو أي comment بيتكتب أنا إن شاء الله هاخده وأعمل عنه فيديو. المهم خلّينا نرجع لموضوعنا تاني، إن في حاجة اسمها بيكسل، البيكسل ده بيبدأ يجمّع معلومات عن جمهورك اللي أنت بتختاره للصفحة بتاعتك أو المنتج بتاعك. فأنا النهارده كبيكسل لو أنا بدأت أجمّع معلومات عن الجمهور بتاعك إن هو مثلًا جمهور بيشتري ملابس، وبعد أسبوع أو أسبوعين لقيتك جيت غيّرت لي الجمهور واخترت لي مثلًا مجال تاني غير المجال، فهابدأ أصرف ميزانية أعلى عشان أبدأ أجمّع لك جمهور على الجمهور الجديد أو الاستهداف الجديد. طيب جيت بعد أسبوع كمان ولقيتك غيّرت مجال تالت، أنا كبيكسل مش هيبقى عارف أو أنت مش هيبقى عارف مين هو جمهورك، الخوارزمية بتاعة اليوتيوب أنت كده بتلخبطها، وبالتالي هيرجع عليك إن سعر المبيعة أو سعر الرسايل اللي أنت بتعملها هتلاقيه عالي جدًا، جدًا، حتى في الرسايل هتلاقي سعر الرسالة بيعلى معاك. ناس كتير بتقول لي أنا الرسالة بتيجي ب10 جنيه وب15 جنيه، ليه كده؟ فده بسبب إن أنت كل شوية مثلًا بتغيّر في الإعلانات، هي طبعًا ليها أسباب كتير، لكن ده سبب مهم جدًا، جدًا من ضمن الأسباب إن أنت كل شوية بتغيّر في المجالات، فالخوارزمية ما بقتش عارفة أنت بتبيع إيه أو مين هو جمهورك، فمش قادر يستهدفه لك بشكل دقيق. طيب تعالوا بقى نروح للسؤال التالت وهو هتبيع لمين؟ هتبيع لمين ده وهو إنك لازم تبقى محدد جمهورك برضه في البداية، هل أنت مثلًا عايز تشتغل ملابس رجالي والّا ملابس حريمي؟ هل مثلًا هتشتغل أدوات منزلية؟ هل مثلًا هتشتغل cosmetics، هتشتغل لعب أطفال؟ فبناءً على الحاجة اللي أنت هتحدد إن أنت هتبيعها، هتبدأ تحدد الجمهور بتاعك عشان تقدر تتعامل معاه. يعني مثلًا أنا لو باتعامل مع سِت بيت عايزة تشتري مثلًا أدوات منزلية، أكيد طريقة تفكيرها مش هتبقى زي البنت اللي هي بتشتري cosmetics وعايزة مثلًا تحسّن شكلها أو تحط makeup بشكل معيّن، أكيد كل واحدة فيهم ليها خطاب بشكل معيّن، فلازم تحدد هتبيع لمين من خلال إن أنت تعرف هل هو ولد والّا بنت يعني النوع، كمان لازم تعرف سنهم في حدود كام وليكن مثلًا من 25 ل30 والّا من 30 ل40، لازم تبقى عارف أنت بتستهدف مين أو بتكلم مين بالضبط. يبقى قُلنا هتعرف السِن، هتعرف النوع، هتعرف بيفكّروا في إيه، بيحبّوا إيه، بيكرهوا إيه. طبعًا مش بيحبّوا إيه ويكرهوا إيه ما باقولكش هُم بياكلوا إيه وما بياكلوش إيه، لكن بيحبّوا إيه وبيكرهوا إيه في المنتجات اللي هُم بيشتروها. يعني مثلًا هل هو ليه style معيّن في اللبس وأنت عايز تستهدف الناس اللي بتفكّر إن هي تلبس بالstyle المعيّن ده، والّا أنت عايز تستهدف ناس بتلبس كلاسيك وبتلبس بِدَل وبتلبس كرافتات؟ فأنت لازم تبقى فاهم اللي أنت هتبيع له ده مين، لازم تحدّده بالضبط. عشان وأنت شغال ما تبُصّش تلاقي الإعلان بيصرف معاك وأنت عمّال تقول هو ليه بيجيب لي استهدافات غلط وليه بيجيب لي ناس غلط، مش هو اللي بيجيب لك استهدافات غلط، أنت نَفْسك أنت مش عارف تكلّم مين أو مش عارف حتى أنت هتتعامل مع مين. طيب ده السؤال التالت اللي هو هنبيع لمين. آخر حاجة وهو هنبيع لمين، إزاي هنختار المنصة اللي إحنا عايزين نشتغل معاها أو نبيع معاها. بُص في ناس كتير بتخش تسأل وناس كتير بتشتغلكم وتقعد تقول لكم أفضل منصة المنصة الفلانية والمنصة العلانية عشان بس هم يكونوا عايزين يعلنوا معاها. أنا باقول لك اشتغل مع أي منصة تقابلها، أهم حاجة إنك تحدد منصة واحدة بس، يعني مثلًا لو أنت هتشتغل مع منصة واحدة وليكن منصة إنجزني، مثلًا يعني أنا ما باقولش أسامي منصات، أنا مش متحامل مع أي منصة، لكن باقول لك مثلًا لو أنت هتشتغل مع منصة زي إنجزني أو منصة زي تاجر أو منصة زي صفقة أو vendor، أي منصة من المنصات، اتعامل مع منصة واحدة بس ما تفضلش تغيّر في المنصات. ده ليه؟ لإن دي مشكلة من المشكلات اللي أنا وقعت فيها، فباحاول أقول لك على الغلطات اللي أنا وقعت فيها عشان تقدر تتجنبها وتشتغل بعد كده إن شاء الله بشكل صحيح وما تخسرش فلوس زي ما أنا خسرت فلوس في البداية ووقعت في المشكلة دي. طيب أنت لمّا تيجي دلوقتي تختار أكتر من منتج من أكتر من منصة وليكن مثلًا زي ما إحنا قُلنا إحنا خلاص التزمنا بإن هو مجال واحد، أنا اخترت بقى تيشيرت من هنا، على بنطلون من هنا، على ترنج من هنا، على قميص من هنا، وبدأت أعرضهم على مثلًا صفحة معيّنة. جه العميل دخل على الصفحة بتاعتي أو على الموقع بتاعي، عجبه أكتر من منتج وبدأ يحط في السلة أكتر من منتج، هتقول لي طب دي حاجة كويسة إن هو يختار أكتر من منتج وهيشتري منتجات كتير فبالتالي مكسبي هيعلى. أنا معاك في الكلام ده، لكن تعالَ بقى شوف العميل وهو بيتأكد عليه موضوع الأوردر، أنت لمّا بتيجي تاخد بيانات العميل ديّة بالأوردرات وبتدخّلهم على المنصات المختلفة اللي هو اختار من عليهم الأوردرات، العميل إيه اللي بيحصل معاه؟ طبعًا المنصة بتأكد الأوردر، فتلاقيها بتبدأ تتصل بالعميل. أول ما العميل بيرد بيقول له أنا عايز المنتج الفلاني أو أنت مثلًا حضرتك طلبت المنتج الفلاني، العميل هيقول له آه أنا طلبت المنتج الفلاني بس أنا عايز كمان معاه المنتج الفلاني والمنتج الفلاني. بيبدأ هنا الراجل اللي بيأكد أو البنت اللي بتأكد الأوردرات من المنصة مع العميل تبدأ ترتجل أي كلام، سواء بقى لأ أصل خلصوا من المخزن، لأ أصل مش موجودين، لأ أصل المنتجات دي أصلًا مش موجودة عندنا، لأ أصل إحنا ما نعرفش الحاجات ديّة حضرتك طلبتها إزاي. فبيبدأ يعني هو طبعًا اللي بيكلم العميل عايز يخلّيه يتم البيعة أو عايز يقنعه،
فلو افترضنا حسن الظن هيقول للعميل مثلا لا والله اصل دول خلصوا من المخزن ومش موجودين عندنا وهو ده المنتج بس اللي موجود. فحاجه من الاثنين، يا اما العميل هيقول له لا خلاص الغي الاوردر انا عايز الاوردرات كلها مع بعض، يا اما العميل هيبدا يقول له طيب خلاص ابعت لي اللي موجود دوت والغي بقى الاوردر. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي المنصه التانيه بتتصل بالعميل تاني، يا فندم احنا عندنا المنتج الفلاني، ازاي ده انتوا لسه مكلميني وقلتوا لي ان هو خلص على الاوردر والاوردر الاولاني هو اللي موجود. هيقول له لا هيبدا برضه يرتجل، يعني اكيد المندوب ده عايز برضه هو يبيع المنتج اللي عنده او عايز يطلع المنتج اللي عنده، فهيبدا يرتجل. انا عايزك بس تحط نفسك مكان العميل اللي عمل الاوردر، وكل شويه واحد بيتصل بيك سواء منصتين او 3 منصات او 4 منصات، وكل واحد بيتصل بيك يقول لك كلام غير الكلام اللي قبله. انت طبيعي هتعمل ايه؟ اكيد هتلغي الاوردر كله وهتقول ده نصابين وانا مش هشتري منهم، اكيد بيضحكوا عليا او حتى اكيد في حاجه غلط. فهتبدا ما تشتريش وهتبدا تلغي الاوردر كله، فهتبقى انت خسرت فلوس الاعلان وهتبقى خسرت كل اللي انت عملته وما بقتش بقى بتربح كتير، ده انت كمان خسرت اصلا ان العميل يشتري منك اوردر واحد. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه وهو انك تشتغل في منصه واحده بس. لو انت عايز تحط اكتر من منتج مع بعض تشتغل في منصه واحده بس، او ان انت تكلم المنصه وتقول لهم ان ما تاكدوش الاوردر دوت انا باكده، وتبدا تاكده انت مع العميل، بس لازم تفهم العميل ان برضو الاوردر هيجي له على كذا شحنه. طيب حلها التاني ايه؟ حلها التاني ان انت لو عايز تشتغل على كذا منصه مش عايز تشتغل على منصه واحده، هتبدا ان انت تعمل حاجه اسمها لاند بيج. الناس كانت بتسال في الكومنتات ايه هي اللاند بيج. اللاند بيج دي بتبقى عباره عن صفحه او موقع لمنتج واحد، يعني انت عندك صفحه بتحط عليها منتج واحد بس بحيث ان العميل ما يقدرش يطلب غير المنتج اللي انت حاططه له، مش متجر كامل. وان شاء الله برضه هبقى اعمل لكم فيديو ليها لوحده، ايه الفرق بين اللاند بيج والبرودكت بيج، وايه اللي بيميز اللاند بيج وايه اللي بيميز البرودكت بيج، لان كل واحد ليه استراتيجيه معينه وكل واحد ليه فكر معين في شغله. محدش يقدر يقول لك ان اللاند بيج هي اللي صح والبرودكت بيج هي اللي صح، لا كل واحد ليه طريقه وكل واحد ليه اسلوب في الشغل بتاعه. طيب إحنا كده عرفنا هنبيع فين، هنبيع إيه، هنبيع لمين، وهتبيع منين. إن شاء الله استنونا في دروس جاية كتير، ولو مش عاملين اشتراك على قناة اليوتيوب يا ريت تعملوا اشتراك، أنا سايب لكم اللينك في البايو بتاع التيك توك، ولو أنت بتتفرج على الفيسبوك هتلاقي إن شاء الله اللينك بتاع القناة في أول كومنت. يا ريت بقى ما تنسانيش باللايك الجميل بتاعك، وما تنسانيش بكومنت، لان الصراحه الكومنتات بتاعتكم على الفيديو اللي فات شجعتني جدا جدا ان استمر في تقديم المحتوى، وانا بشكركم جدا جدا. وعايز اقول لكم ان اي حد كتب كومنت او رساله انا شفتهم كلهم، ممكن اكون ما ردتش لكتر الرسائل، انا الصراحه اتفاجئت بكميه الرسائل اللي جات لي على الفيديو اللي فات، لكني هاخد كل فيديو ان شاء الله في كومنتات كتير، هاخد كل كومنت وابدا اعمل له فيديو، لان في كومنتات كتير مش هينفع يترد عليها وفي كومنتات برضو مشتركه كتير. فانا ان شاء الله هبدا اشرح لكم، هاخد كل كومنت كده وابدا احطه في فيديو وابدا ارد عليه من خلال فيديو. فتابعوني على التيك توك او على الفيسبوك او على اليوتيوب، لان ان شاء الله هرد على كل حاجه وكل سؤال انتوا بتسالوه. انا بشكركم جدا جدا على تفاعلكم مع الفيديو اللي فات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.